اسمي احمد سكر، ستيم سادات، دفعه 25. انا خالد السري، ستيم معبور، دفعه 25. انا نور حسين، سينيور 25 ستيم عبور. اسمي انا عمار وائل من ستيم عبور دفعه اس 25. انا اسمي فرح بهاء من ستيم عبور دفعه 25. انا هنا لطفي، مدرسه عبور وسينيور 25. انا ماجدة، ستيم عبور سينيور 25. اسمي عمار الفاتح، ستيم اسماعيليه اس 25. انا جمانة هيثم، ستيم عبور سينيور 25. انا احمد ايمن، اس 25 ستيم عبور. انا اسمي روان احمد، سينيور 25 ستيم عبور. انا اسمي ساندرا محمد، ستيم عبور دفعه 2025. والله انا الكيمستري قبل ما اخدها مع دكتور نشأت ما كنتش بذاكرها اصلا، وكانت بالنسبه لي ماده صعبه قوي، بس بعد ما خدتها معاه بصراحه هو طريقته لذيذه وشرحه لذيذ، يعني حببني في الماده عموما. المشكله في الكيمستري ان انا اصلا كنت كويس جدا الحمد لله، بس الاورجانيك كانت مضيعاني، فانا كنت كل ما اروح لمدرس في الكيمستري يشرح لي اورجانيك كان الموضوع بالنسبه لي بيبقى ضايع تماما. انا قبل ما ابدا اخد مع دكتور نشأت كنت باخد مع مستر تاني، ما كانش احسن حاجه، وانا ما كنتش مدركه ان هو ما كانش احسن حاجه. كنت فاكره ان الدنيا سهله والدنيا بسيطه، وهو كان بيكتفي بس ان هو يقول نقط صغيره جدا المستر التاني يعني، وبعدين نحل وكده خلاص الموضوع انتهى. لدرجه ان انا اتفاجئت ان انا في شهر 2 الكيمستري بالنسبه لي كلها بتاعت سنه ثالثه من شهر 8 لحد شهر 2 كانت عباره عن 10 صفحات بس ملخص. بعد ما بدات اخد مع دكتور نشأت الكيمستري بجد بجد من غير مبالغه كانت اكتر ماده انا كنت كونفيدنت فيها. انا ما كنتش بعرف احل خالص، يعني انا كنت بواجه مشكله كبيره جدا في ان انا احل اسئله، يعني انا كنت بفهم الكونسبت بس كان بالنسبه لي صعب ان انا اطبق وكده. انا بدات معاه في المراجعات فكنت ناسيه اجزاء كتيره جدا، هو ساعدني افتكرها بسرعه وبقيت اعرف احل عليها كلها، وحسيت ان انا يعني ماسكه الكيمستري، يعني كنت مستريحه. هي كانت مش احسن حاجه، وكان الموضوع صعب عليا شويه ان انا افهمها، وان انا كنت حتى في افكار كتير مش بعرف اوصل لها، وفي الحل كان الموضوع صعب. بس بعد ما اخدت الكورس هو فادني وغير الموضوع ب 180 درجه، وبقيت عارفه احل وعارفه افكر بطريقه صح، وعندي مايند ماب كويسه امشي عليها. هي الكيمستري كانت معقده شويه يعني بالنسبه لي في اولى وثانيه بالذات، كان الكم كبير وكانت معقده جامد، بس بعد ما اخدت مع دكتور نشأت هو لخص لي الدنيا كويس وقال لي ازاي احل الحاجه اسرع يعني وكده. الكيمستري كان بالنسبه لي من اصعب المواد، انا كنت متاخره جدا جدا، يعني انا كنت كملت بالريتم ده تقريبا ما كنتش هخلص المنهج على قبل ما الامتحانات تبدا. بعد ما خدت مع دكتور نشأت انا انجزت كتير جدا جدا، انجزت كتير قوي، خلصت حاجات كتيره قوي انا مش عارفه ان انا اخلصها اصلا لوحدي، وكل حاجه بقت فجاه سهله. الكيمستري كانت قبل ما اخد مع دكتور نشأت كانت صعبه قوي صراحه، يعني الحل ما كانش احسن حاجه، بس بعد ما بدات اخد الكورس صراحه كان الموضوع اسهل شويه، بدات احل، بدات افهم اكتر عن الكيمستري. هو الكيمستري في اولى وثانيه كان عندي مشكله في الاورجانيك مثلا وفي الاستيكومتري وفي كذا برانش تاني، ولما اخدت مع دكتور نشأت كنت بحلهم بطريقه سهله جدا. هو كان بيعلمنا لكل حاجه معينه ازاي نحلها بطريقه سهله. انا مستواي من الكيمياء من صفر اتحول ل 180 درجه. يعني هو صراحه الخلاصه ان انا كنت بحل وانا مش فاهم، او يعني ما كنتش بفهم كيمستري في الاول، لكن بعد دكتور نشأت الحمد لله بقيت بحل وانا فاهم، يعني دي اكتر حاجه اقدر اقولها. لو عايز اوصف الكورس في 3 كلمات فبالنسبه لي هتكون حل كتير جدا، صاحب واخ جدع كبير يعني، ومساند جدا طول فتره تعاملي معاه ولحد دلوقتي، حببني في الكيمياء. لو هوصف الكورس في 3 كلمات فممكن اقول ان هو شامل، ممكن اقول ان هو كان دايما effective، واخر حاجه ممكن اقول ان هو كانت consistent. يعني لو لخص الكورس في 3 كلمات فهو اول حاجه براكتس، وتاني حاجه الدكتور كان متابع معانا بطريقه يعني فوق الوصف، واخر حاجه كل المعلومات كانت اون بوينت قوي، مفيد وسهل وسريع. انقاذ اسطوري جهنمي. هو يعني الكورس من 3 كلمات بيختصر في مفيد، مختصر، وشيق الصراحه. يعني الكورس هو عباره عن راحه فوق التقييم بجد، ومفيد جدا. يعني شرحت الكورس لكذا حد وبعته لكذا حد من اصحابي، اول ما نزل الفورم اي حد هيسالني هديله تجربتي وطبعا هيكون زي ما انا قلت تجربه هتكون ان شاء الله هتفيده جدا في الفتره الجايه وهتساعده في الخطوه الجايه ان شاء الله. انا احب ان انا ارشح الكورس، لو دكتور نشأت هيبدا من سنه اولى من ثالثه اعدادي احب ارشح لهم الكورس. احنا في سنه ثالثه مش محتاجين اكتر من انه يبقى المستر فعلا مش بيسيب بوينت، مش بيخليك محتاج تبص لسورس تاني، بيحل معاك كل حاجه، بيطمنك من ال2OC والURT ومن اي سؤال واي فكره تيجي، وده اللي فعلا كان موجود مع دكتور نشأت.
الحته الكونسبشوال كانت موجوده، كل حاجه بجد دكتور نشأت كان بيعملها. يعني دكتور نشأت كان المدرس الوحيد اللي انا فعلا ما كنتش بعمل اي حاجه اكسترا غير ان انا بحضر الشرح بتاعه وبحل التست بانكس معاه، نشوف مثلا لو عامل لنا فيديوهات حل او كده. غير كده بجد مش هتحتاجوا تعملوا اي حاجه في الكيمستري. بيهتم جدا بالجزء الكونسبشوال، مش بيسيبنا غير بيتاكد ان كل حد فينا فاهم كل حاجه، وبيطبق معانا كتير جدا وبيحل معانا اسئله كتيره جدا وافكارها متنوعه، وده خلانا يعني مرتاحين في الكيمستري. احب ارشح الكورس لكل السينيورز اللي جايين، مش 26 بس، عشان دكتور نشأت علمنا نحل كويس في كل البرانشز. وفي الامتحان ما اظنش ان في اي سؤال واقف معايا، عشان كنت عارفه كل سؤال هحله ازاي بستبس معينه. يا ريت بجد ياخدوا كورس عشان خاطر هيفرق معاهم كتير في مستوى حل الامتحانات. السرعه هتفرق معاك جدا، واوفر اول الكونسبتس هتفهمها بطريقه سيمبل قوي. يعني بدل ما تاخد حفظ قوانين كتير جدا، الموضوع هيتبسطك بشكل هيخليك تحل الاسئله بسرعه. اكيد المفروض ارشح الكورس عشان هو شامل كل حاجه، وهو فادني جدا، ومن غيره ما كنتش هوصل للليفل اللي انا وصلت له. طبعا ارشح لهم جامد، بحيث ان دكتور نشأت كان بيلخص المعلومه بشكل واضح وكان بيشرحها كويس. حتى الحفظ الاورجانيك هو كان بيعمل لنا مايند مابس كويسه جدا علشان نعرف نحفظها كويس. انا احب ارشح الكورس للناس اللي داخله سنه ثالثه تاني، علشان انا بداته اصلا متاخر، وكنت لميت المنهج كله يعتبر، واليو ار تي برضه، والدكتور كان بيساعدنا جدا في كل حاجه يعتبر يو ار تي او تي او سي.